ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده هعمل لكم اكله سريعه. احنا كنا عملناها قبل كده وحطيناها في الفريزر. طبعا الدروس ابتدت. طبعا احنا مش فاضيين نذاكر لاولادنا. في شغلنا. ورانا مشوار. هنيجي على طول نعمل الحواوشي ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحواوشي طلعته يسيح زي ما حضراتكم شايفين كده. عندنا عيش، تنزلي زي شطرة كده، تنزلي تجيبي عيش وتقولي له انا عايزة عيش من هو بتاع الحواوشي، يكون ابيض زي ما حضراتكم شايفين كده، ونفتحه من حرف كده زي ما حضراتكم شايفين عشان نحط فيه يبقى سهل معنينا. ماشي يا حبايبي. هنكوره زي ما حضراتكم شايفين كده كور. اللي عايزة كور كبيرة تعملها زي ما انا عاملاها كده، اللي عايزة كور صغيرة تصغرها براحتها زي ما هي عايزة. ونفتح رغيف العيش ونحط فيه ونبطط، نفرد في رغيف العيش زي ما حضراتكم شايفين كده، وتبططي وتسويه. ماشي، وتدوسي عليه. عايزة تخليه صغير تصغري الكمية شوية كمان. ماشي، الكورة تصغريها عن كده، وبرضك تحطي. اللي حابب يعمل كده يعمل، اللي حابب يعمل كده يعني براحته، يعني كده متاح وكده متاح زي ما حضرتك عايزة. وزي ما حضراتكم شايفين كده انا بقى افردها وبخلص واعمل رغيف تاني. بفردها في الرغيف كله، مش بحس ان هي تاخد الرغيف كله، وبدوس عليها زي ما حضراتكم كده عشان اللحمة تمسك في الرغيف العيش كله. بنحط على النار طاسة فيها نقطتين زيت او معلقة زيت، ونعلي عليها. اول لما الطاسة تسخن نروح حاطين بيها الرغيف الحواوشي، بنحمره من ناحيتين. نيجي طبعا للطحينة اللي لازم ما نستغناش عنها جنب الحواوشي. بنحط حوالي 4 أو 5 معالق طحينة، ونفكها بمية سخنة أو مية من الحنفية براحتك، ومعاها معلقة خل، ونحط معلقة زيت، ونحط التوابل بتاعتنا والملح ونقلب. ما تكتريش في الزيت لان هي كده 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 بتبقى موجود فيها زيت، فما تكتريش، هي معلقه واحده وتحط التوابل زي ما انتم شايفين كده ونقلبها. عايزه اقول لكم طعم الطحينه وريحه الحواوشي تحفه موصله للجيران، وبصراحه ده انضف واحلى من انك تشتري الحواوشي من الشارع، الله اعلم معمول ازاي. هنعمل جنبه سلطه خضراء ونقدمها جنبه. وده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما عملنا السلطة الخضراء وعملنا الطحينة. وشكل الحواوشي جميل، مش يجوع، وريحته جميلة، وبألف هنا وشفا عليكم. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم واكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد.